اهلا بيكم في قناة مع منى. قبل ما اتكلم يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. في ناس كتيرة بتتفرج عليا وبس ما مش بتشترك، يا ريت يشتركوا في القناة ويتابعوني ويتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت. هتكلم عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن. كان بيتكلم عن ان في مخطط خارجي عايز يهدم مصر وعايز يضرب مصر. مخطط ده من الإخوان أو المخابرات الأجنبية اللي هي وراء الإخوان. دول عايزين يهدموا مصر. وقال بطريقة وبكلام غريب شوية. يقول ايه؟ يقول ب2 مليار جنيه مصري باكيتة يعني ما كنتش عارفاها يعني ايه باكيتة، يعني مخدر بانجو مخدرات، و20 جنيه يدفعوا 20 جنيه وكمان شريط دراما دول ده مادة مخدرة برضو. الحاجات دي يدوها لناس 100,000 مواطن بيعانوا مثلا من ظروف صعبة، فهيعملوا حالة شغب في مصر ومخطط لإيه؟ لهدم مصر وعدم استقرار الشوارع المصري. وقال انه ممكن ينزلوا مليون كل اسبوع ب1 مليار جنيه ويهدوا بلد فيها 100 مليون مواطن او اكتر في مصر. وقال 1 مليار جنيه بس اللي هي بيساوي 30 مليون دولار بسعر حفلة خارج مصر. وقال ان بالسعر الصغير ده ممكن يهد البلد، مع انه بيبني البلد بتكلفة غالية قوي. وقال مثال كلف 85 مليار جنيه عشان يوفر مسكن لائق وحياة كريمة للناس اللي عايشين في المناطق العشوائية في كل قرى مصر وفي المدن. وغير 351 منطقة عشوائية في مصر لمناطق ومساكن لائقة للمصريين، بدل المناطق العشوائية اللي ما كانتش آدمية وكانت خطر ان هم يعيشوا في المناطق دي. وقال كمان ان هو عمل مشاريع تكلفتها 10 تريليون جنيه، مشاريع كتيرة جدا. وانا اقول لكم مثال زي مثلا المواني. عندنا 18 ميناء في مصر او اكتر، زي العريش ودمياط واسكندرية وشبرا بورسعيد، وفي كمان مواني في البحر الاحمر زي سفاجة. جدد المواني دي بعد ما كانت محدش بيسأل فيها ولا حد طورها بقالها 40 سنة. جددها ب129 مليار جنيه عشان يحول مصر لمركز عالمي تجاري. عمل مواني جديدة طورها وطورها وجاب أوناش متطورة عشان ينقل الحاويات والبضائع، وعمق الميناء البحر عمقه عشان السفن الضخمة الكبيرة جدا تيجي، وكمان عشان كمان زيادة طاقة استيعابية في الميناء وسعه وعمل أرصفة واسعة وعمل تطوير كبير في النقل البحري وبتكنولوجيا عالية. وكمان وفر فرص عمل في المشاريع اللي عملها. وكمان عمل مواني جافة زي 6 أكتوبر وزي كمان العاشر من رمضان. وعمل مواني كتيرة كمان جافة، كذا ميناء، مش مواني كتير جدا. فكلفها علشان البلد تتغير، عشان هو بيفكر لبكرة مش بيفكر النهاردة بس، عشان في زيادة سكانية كل سنة بنزيد 3 مليون، فطبعا بيفكر للمستقبل ان لازم المشاريع تكبر. كمان في سمعت دكتور في الاقتصاد
بيتكلم عن إن الأزمة الاقتصادية في مصر سبب رئيسي أو سبب كبير إن الإخوان عايزين يهدوا البلد إن هم ضد البلد. بينزلوا كانوا السوق السوداء في الدولار، و هم استغلوا يعني البلد وغلوا في الأسعار، هم السبب في غلاء الأسعار علشان حصل نقص في الدولار، علشان بياخدوا الأموال المصريين اللي في خارج مصر بياخدوا الدولار، وبدل ما بيروح بنوك المصرية والحكومة فبياخدوها، والحكومة طبعا ما تلاقيش دولار والدولار نقص في البلد، فحصلت المشكلة. ولكن لما بيقول إن شاء الله لما في أول السنة هيبقى في انضمام مصر البريكس، فبكده هيبقى في العملة يبقى مش بالدولار بس، ممكن بالعملة المحلية، الاستيراد بالعملة المحلية. فالرئيس السيسي بيتكلم عن مخطط، في مخطط كبير عن مصر، عايزين عدم استقرار. فربنا يحفظ مصر عن أي مخطط. وبكده الحلقة خلصت، وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتفرجوا على الفيديوهات القديمة، وإن شاء الله تتفرجوا على الفيديوهات الجديدة